الفترة دي من ثانوية عامة من أصعب الفترات اللي في ثانوية عامة اللي مرت عليا واللي بتمر بيها دلوقتي، لأن الفترة دي خلاص احنا خلصنا جزء كبير جدا من المنهج، يعتبر أكتر من نصه، وداخلين على الترم التاني، وخلاص انت متراكم عليك حاجات ومعدتش قادر تكمل، بقالك 5 6 شهور بتذاكر جامد وتعبت نفسيا وخلاص انت حاسس في ضغط وستريس عليك كبير جدا، مش عارف تعمل ايه. طبعا عايزه اقول لك الفترات دي عاديه جدا، انا مريت بيها وكل اللي في ثانويه عامه مر بيها، وكنا بنفضل نعيط وخلاص ما عدناش مذاكرين. انا ماما ما عدتش مذاكره، طلعوني بره التعليم، انا قعدت يومين 3 4 ما بذاكرش خالص ولا امسك كتاب، مش عارف خلاص انا زهقت من ثانويه عامه دي، أنا في النهايه هعمل ايه يعني؟ ولسه في 5 6 شهور تانيين هكمل فيهم ازاي؟ كل الحاجات دي اقسم بالله حاجات عاديه كلنا مرينا بيها، بس المهم انك ما تستسلمش وما تقفش وتقول خلاص انا ما عدتش مذاكر. هي فتره يوم يومين عادي خالص انك تقعد تعيط وتكتئب، بس قوم وكمل، انت بقالك 5 6 شهور بتذاكر، فمش هتيجي تبوظ الدنيا على ال5 6 شهور التانيين. ان شاء الله توصل لحلمك وتحققه، بس ما تقفش ما تستسلمش. احنا دلوقتي في بدايه المعركه يعتبر، اللي كل اللي فات ده كان تسخين وانت دلوقتي رايح تبدا، لان في اللي ما بداش خالص ولسه هيبدا دلوقتي ودخل السباق دلوقتي وهيوصل. فاوريدي انت ما تقفش وكمل عادي، كلنا بنمر بالفترات الوحشه في ثانويه عامه وكلنا بنتحط في الزون دي، اطلع منها بسرعه وما تستسلمش وان شاء الله تحقق هدفك. واي حاجه عايز تعرفها كومنت، اي حاجه معلومه، اي حاجه عايز تسالني فيها اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله.